السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة. خلصنا من موضوع مرتضى منصور وأحمد أبو الفتوح. اجى موضوع عبد الله جمعة راح اعتذر وثبت عليه التهمة يعني عشان ياخد له مكانة في النادي الزمالك. ليه؟ ليه تروح تعتذر؟ ليه بتقل من نفسك؟ ليه؟ يعني ليه بتعتذر؟ وخلاص موضوع انقفل وثبت على نفس التهمة اللي هو كان بيشرب واللي هو كان بتاع نسوان و... وفضحنا. فضح المنتخب. يعني انت دلوقتي عيون العالم كلها علينا. يعني النادي الاهلي لو راح كاس العالم لازم يعمل تحليل. منتخب مصر راح بده يلعب في افريقيا تصفيات لازم يعمل تحليل. الزمالك لو راح لعب يعمل تحليل. ف ليش يعني ليش يحصل كده في مصر؟ يعني ليش يحصل كده في الدوري المصري؟ فاحنا حرام والله العظيم. والله العظيم حرام يا جدعان. ما ينفعش اللي بيحصل في الدوري المصري، او ما ينفعش اللي بيحصل في نادي الزمالك اصلا. يعني الراجل ده كان بره نادي الزمالك والدنيا كانت تمام والزمالك خد 2 دوري. تمام. و... ورجع فريرا بيقول لك انا الكلمة الاولانية والاخيرة. يعني حاجات بلاوي سودة. بلاوي سودة. فما ينفعش والله ما ينفعش. لازم يكون في ايش في اتحاد الكورة. يعني اتحاد الكورة لازم يكون له كلمة. ما ينفعش. يعني حرام. والصفقات بتاعت الاهلي مروان عطية خلاص بقول لك قريب جدا يكون في الاهلي. مروان عطية ويعقوب خلاص مش هيجي الاهلي خلاص. تمام. وخلاص يعني يعقوب روح مروان عطية ان شاء الله في الاهلي ان شاء الله. ولسه الصفقات الجديدة ولسه في 2 لعيبة. اول ما يظهر مين هما راح نطلع لكم في فيديو ونشوفكم الفيديو الجاي. انا كنت بعلق على الكلمتين دول عشان خاطر الدوري المصري يبقى فوق. سلام.